كابتن حماده ازاي حضرتك؟ كابتن كريم، اهلا بيك كابتن كريم. اخبارك ايه؟ تمام؟ الحمد لله تمام الحمد لله. يعني لسه قبل انت ما تخش معايا على طول على التليفون كنت بقول ان نادي الزمالك جاي له عرض من الكويت يلعب 3 لقاءات هناك مع النصر الكويتي، الجهراء القادسيه، والمعسكر ممكن يكون من 13 ل 20، والجهاز الفني عايز يلعب ماتشين لكن لسه ما تمش الموافقه عليه بشكل نهائي من خلال الجهاز الفني. لا والله يا كابتن كريم، هو العرض اللي تقدم لنا من مجلس الاداره رسمي هو العرض الكويتي عن طريق احدى الشركات. وانت عارف طبعا بعد الموضوع الامارات اللي فات دوت بالنسبه للشركات، فكان كابتن حسن شحاته يعني اتناقش مع كابتن اسماعيل يوسف ان هو ان يطلع هو الاول، بحيث ان هو يبص على الإقامة وعلى الملاعب وعلى جدية المباريات اللي هم قالوا لنا عليها اسماء الفرق اللي هنلاعبها. ايوه. طبعا الحاجات ديت هي اللي يعني هو ده اللي اقرب لحد دلوقتي ان احنا ممكن نطلعه يعني. تمام. موضوع السودان ما تعرضش عليكم، معسكر السودان؟ لا ما تعرضش على الجهاز الفني، تعرض على مجلس الاداره لكن ما تعرضش على الجهاز الفني. ما تعرضش على الجهاز الفني. طيب كابتن حماده، يعني متابعه تدريبات نادي الزمالك كل اللاعبين ما فيش اصابات، الامور ماشيه بشكل كويس ولا في بعض الاصابات؟ واحنا سامعين احمد حسام ميدو عنده اصابه. ميدو بس طبعا هو اللي مصاب، لكن عمرو زكي النهارده ابتدى يلف حوالين الملعب، احمد جعفر النهارده مع الفريق، محمد ابراهيم، صلاح سليمان بيجري حوالين الملعب، يعني الحمد لله كله يعني ابتدى ان شاء الله يبقى متواجد باذن الله يعني. طيب كابتن حماده، انت عارف طبعا النهارده قرارات اتحاد الكوره بالغاء الدوري واقامه دوره تنشيطيه هتبدا يوم 29 او 30 مارس، هتستمر لغايه يوم 18 مايو 18/5. هل قرار نادي الزمالك الاشتراك في البطوله ولا لسه بتفكروا ولا ايه بالظبط؟ والله يا كابتن كريم، لما طلع القرار ده كنا خلصنا التدريب ومشينا وكده، لسه مجلس الاداره ما عادش مع الكابتن حسن شحاته عشان يشوف القرار ايه او ان احنا هنبقى متواجدين ولا لا، لان دي انت عارف حضرتك اللي قررها طبعا مجلس الاداره، لان بيبص لها من الناحيه الماليه اللي هتعود على النادي، ومن الناحيه الفنيه كابتن حسن شحاته عشان هيشوف طبعا، لان احنا عندنا بطوله افريقيا تحتاج المباريات، فكابتن حسن هيشوف اذا كانت المباريات دي هتفيده ان هو يبقى بشكل فعلي في المباريات الافريقيه ولا مش هتفيده، فده اكيد هيبقى قرار ما بين مجلس الاداره وكابتن حسن شحاته طبعا والجهاز الفني. تمام. طيب بالنسبه لكاس مصر، وعرفنا ان بطوله كاس مصر هتتلعب من غير اللعيبه الدوليه، واللعيبه الدوليه في نادي الزمالك لو قلنا مثلا هياخدوا 6 7 لعيبه لمنتخب مصر الاول، مشكله هتبقى وفي 2 3 للمنتخب الاولمبي، يعني ممكن من حدود 9 10 لعيبه مش هيكونوا موجودين مع الزمالك. هل الزمالك هيلعب في بطوله كاس مصر من غير الدوليين ولا لسه برضه ما خدتوش قرار؟ انا لسه بقول لك يا كابتن كريم، كل الحاجات دي هتطرح طبعا، هتبقى في قعده وفي الجهاز هيقعد مع بعض، وطبعا حسب ما كابتن حسن شحاته والجهاز الفني هيشوف ايه اللي ممكن مسموح بيه ومش مسموح بيه، يعني هننقل وجهه نظرنا للمجلس الاداره، ومجلس الاداره هو في الاخر اللي عنده قرار يعني. تمام. رحله ساحل عاج لمباراه افريكا سبورت اللي هي مباراه العوده، المباراه هتبقى اعتقد 6 او 7 او 8 ابريل، صح؟ ايه؟ 6 7 8 6 7 8. هتسافروا قبل الماتش بقد ايه يا كابتن حماده؟ والله يا كابتن كريم، احنا معروض علينا دلوقتي كذا رحله، بس احنا هنقدر نحدد بناء على المباراه يوم كام. لان احنا طبعا حضرتك عارف ان هم لسه ما حددوش لحد دلوقتي المباراه هتبقى يوم كام، بناء ان هم بس اكيد هيبقى قبلها يعني مش اقل من 72 ساعه يعني. بشكرك كابتن حماده انور المدير الاداري لنادي الزمالك، ووضح لنا حاجات